When the state loses the bludgeon, when you can't control people by force, and when the voice of the people can be heard, you have this problem. It may make people so curious and so arrogant that they don't have the humility to submit to a civil rule, and therefore you have to control what people think. السلام عليكم. هذا الفيديو هذا مهم بزاف، مهم بالنسبة لي ومهم بالنسبة لأي واحد، أي مغربي أو مغربية، ولجميع الأعمار بطبيعة الحال، من الكبير حتى للصغير، وخاصكم ضروري تكملوه باش في الاخر غادي تفهموا الفكرة ديالي وغتفهموا شنو بغيت نوصل لكم. شكرا بزاف وخليكم مع الفيديو. قبل ما ندخلوا في الصح نبداو بشنو هو بعدا الرأي العام. الرأي العام ولا opinion public اسيدي هو غير واحد الفكرة، حنا نبسطوا الامور مزيان، هو غير واحد الفكرة ولا وجهة نظر على شي حاجة ولا على شي موضوع، وممكن كاع يكون شي وجهة نظر على شي انسان. بلاتي وغادي نعطيك واحد الامثله، نمشيو غا بوكا بوكا. هاد الرأي العام اللي قلنا التعريف ديالو غير دابا على اساس انه فكره، ماشي ضروري تكون هاد الفكره صحيحه، يمكن تكون حتى غلطه. اهم حاجه كاع في هادشي كامل هي انه يكون غالبيه ديال دوك الناس ولا الشعب ولا القوم متفقين عليها. من تيكون داك الاتفاق بالجمع صافي، يعني راها كتسمى رأي عام. اي يا سيدي، واخا تكون فكره غلطه ما يهمش، المهم هو الاغلبيه. هادشي اللي كيخلي الفكره ديال شي فرد واحد مساويه حتى لعبه في هاد المعادله. دابا نجيو لبعض الامثله باش نقدروا نكملوا مجموعين. مثلا كنا متفقين باللي المغرب اجمل بلد في العالم، هذا راي عام وفكره صحيحه عند الغالبيه، ولكن تقدر تلقى واحد الفئه شي وحدين اللي ضد هاد الفكره هادي، ولكن كيبقاو دوك الناس هما الاقليه. ومثال اخر، اي واحد في المغرب اللي هي بالاساس دوله اسلاميه سولتيه واش تقدر تشري دار بالكريدي، كون على يقين غادي يقول لك عادي، بحكم انها طريقه سهله وحسن من الكرا، بلاصه ما يخلص الكرا يخلص الطريطات ديال الدار، داكشي زعما لوجيك. ولكن فاش كنشوفوا هاد القضيه من المنظور الديني كنلقاو باللي راها ربا، والربا معروف عندنا حرام. يعني المهم ما علينا، ما فيا ما نجبد النحل على راسي ونصدق انا هو ديك الفكره اللي ضد الراي العام. نرجعوا للموضوع ديالنا. الراي العام ماشي شي حاجه جديده، راه كان من يامات اليونان، غير ماشي بهاد الدقه اللي دابا وصل ليها وبهاد التحايل اللي وصل ليه، وحتى السميات ديالو كانوا غير عشوائيين. كانوا كيشوفوا مثلا في الشعب ديالهم بزاف ديال الناس متفقين على شي فكره، ولا غالبيه الناس عندهم نفس الاتجاهات الفكريه، وهما يسميوه الاتفاق العام ولا الاتجاهات السائده، يعني الاتجاهات اللي كثيره تما في ذاك المجتمع في عهد اليونان بطبيعه الحال. من بعد غادي يولي يتسمى صوت الشعب. هاد الشيء في عهد اليونان. ايوا مولاي في العصور الوسطى غادي يكون العالم الاسلامي والمسيحي، حيت هما اللي غيكونوا حاكمين في ديك الوقيته، ديجا عارفين هاد المفهوم، عندهم فكره عليه. وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان هو براسو كيتولى الدراسه ديال هاد الراي العام، وكان كيخرج عند عامه الناس، يعني كيخرج عند عباد الله ويسولهم على احوالهم والامال ديالهم والالام ديالهم. وبطبيعه الحال كنهضروا على مجتمع نقي اللي غادي ينوض فيه سيدنا عمر بن الخطاب ويخدم على المشاكل اللي كيسمع من عند دوك الناس باش يحلهم. لدرجه قال عليه معاويه بن ابي سفيان واحد العباره ناضيه عجبتني بزاف، قال لك ان بينه وبين الناس شعره، اذا ارخوها شدها واذا شدوها ارخاها. التوازن يا اخي، التوازن، والله الا التوازن، يعني شد معاهم اللي كاين اللي بغاش. المهم نكملوا. فاش كنجيو نهضروا على هاد الظاهره ديال الراي العام خاصنا نعرفوا ضروري شنو كنحتاجو باش يكون اصلا هاد الراي العام. كاينين سيدي بزاف ديال المكونات، ولكن حنا غنذكروا منهم ثلاثه اللي مهمين. اولا الناس اولا عباد الله اولا الشعب، حيت هما اللي غادي يكونوا دوك العامه اللي غيتفقوا لينا على هاد الفكره. ثاني حاجه هي الفكره النيت اللي غادي يتفقوا لينا عليها دوك الناس. وثالث حاجه هي البلاصه الجغرافيه، وهذه مهمه بزاف. فين كتكون هاد الفكره؟ وغالبا كتكون دوله، وشي مرات قاره، وشي مرات العالم كامل. واحد المثال بالخف وحنا دايزين. مثلا الا قلتي شي مغربي واش عارف الموضوع ديال الزياده في البوطه، غادي يكون عارف 100%. ولكن الا سولتي شي واحد في اوروبا ولا في امريكا غادي يكون ما مسوقش، يقولك ما عارفش وما باغيش نعرف اصلا. يعني هنا المكان الجغرافي ديال هاد الفكره هو المغرب. ولكن الا سولتي اي واحد
في المغرب ولا في اوروبا، امريكا، اسيا ولا حتى استراليا على الحرب ما بين اوكرانيا وروسيا، فراه غادي يعرفها كامل حيت ولات رأي عام عالمي. والمنطقة الجغرافية ديال هاد الفكرة هي العالم. حد الآن الإخوان هضرنا على شنو هو الرأي العام وشوية من التاريخ ديالو. ما بغيتش نطول عليكم في لي ديتاي باش ما يجيش الفيديو طويل وغير توصل الفكرة وصافي. وهضرنا كذلك على بعض المكونات ديالو. دابا غادي نهضروا على التضليل ديال هذا الرأي العام. التضليل ديال الرأي العام كيبدا من الصحافة والإعلام باش يخلي دوك الناس ولا داك الشعب يآمن ولا يتفق على شي موضوع او لا فكرة عاوتاني اللي هي بالاساس غلطة ولا ما كتوافقش مع القيم والمبادئ ديال دوك الناس. وكاينين بزاف د الامثله في العالم وغادي نذكروا شويه منهم، ولكن غاس التاويل بعدا نشوفوا زوج ديال الانواع ديال الاعلام. الاعلام اسيدي كاينين 3 د الانواع. الاول الابيض ما غنذكروش. كاين النوع الثاني اللي هو الاعلام الاصفر وهو اللي كينشر الكذوب والاشاعات، هذا فريا ولكن ماشي سوقنا فيه. وكاين الاعلام الاسود واللي هو اللي كينشر الكذوب والاشاعات وزيد عليها كيخبي وكيحجب الحقائق وكيحجب المواضيع اللي مهمه بزاف وكيعطيك في الواجهه واحد المواضيع اللي لا علاقه، وهو اللي غنهضروا عليه شويه وغادي نربطوه مع الراي العام. ما بقاش بنادم كيشوف الاخبار والمستجدات في الجرائد الورقيه، يعني في الجورنال ديال الوراق اولا حتى في التلفازه، وحتى الا كاينين غادي تكون نسبه قليله. وعافكم متفقين معايا في هذه القضيه وعارفين باللي وسائل التواصل الاجتماعي اولا السوشيال ميديا هي الملجأ دابا باش نعرفوا كاملين اخر الخبيرات. وتخيل معايا انت كتدخل باش تاخذ واحد النظره اولا واحد الفكره وكتلقى الطوندونس المغربي ولي لايف والمؤثرين والمؤثرات كيهضروا على شي حوايج لا علاقه، وكاينين حتى شي حوايج مزيانين كيهضروا عليهم، ولكن كاينين واحد الحوايج واحد اخرين اكثر اهميه يعني مهمين بزاف ما كاينش اللي تيهضر عليهم وما كاينش اللي كيعطيهم اعتبار. انا نعطيك واحد السيناريو من وحي الخيال ديالي، انا تخيلته طاح ليا من السما. طوطو طلع للمنصه، جاتو واحد الاوامر ولا اتفاقات قبليه يعني متفقين عليها قبل باش غادي يخص الهضره ويعطي شي تصريحات ديال زيرو مستوى، وناض العالم كيهلل ويشد في هذا الموضوع هذا لدرجه في قبه البرلمان اللي من المفروض تعطيك وتهضر على شي حوايج اللي مهمه بزاف جلسوا 30 دقيقه ولا 35 دقيقه وهما كيتغاوتوا وكينهقوا غير على هذا الموضوع هذا. واللي بغى يتاكد يدخل القناه ديال البرلمان هنا في يوتيوب وغادي يشوف على عينه. وفي نفس الوقت اللي بنادم متبع شكون اللي عنده الصح شكون اللي غلط، كاينه قوانين في المغرب كيتصادق عليها وما عارفها حتى حد، وكاين اتفاقيات كيتسيناو وما عارفهم حتى حد. واخر اتفاقيه تسينات في 21 اكتوبر من هذا العام هذا ما بين وزاره الاقتصاد والماليه وصندوق المقاصه، واللي انا متاكد ما عارفه حتى حد على ايش كتهضر. هذا هو التضليل ديال الراي العام وبالمساعده ديال الاعلام الاسود. هذا البلان فكرني في نهار ديال الختانه ديالي فاش حطوني فوق ديك الطبله ديال الخشب وقال لي السي الطبيب شوف الطوير راه هو الفوق. ومنين هزيت عيني كنشوف داك الطوير حسيت بشي طرف ديال اللحم مشى مني. المهم الخوت هذا الموضوع مهم بزاف وفيه بزاف ما يتقال وما بغيتش نعطي فيه بزاف ديال لي ديتاي بحكم القناه مازال جديده وما عندهاش بزاف ديال المتابعين، لذلك كنطلب من اي صديق او صديقه اي اخ او اخت ومن اي مغربي او مغربيه باش يبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابهم وخوتهم وعائلتهم باش على الاقل تعم الفائده شويه. ولا جهدي الا جهد الله، بوحدي راه ما نقدر ندير والو، وإلا بغينا الفكرة توصل راه كاملين خاصنا نتعاونوا وهادشي كامل باش نزيدوا لقدام. والحلقة الجاية غادي تفهموا مزيان علاش كنحكر على التوعية ديال الشعب وبالخصوص الشباب اللي هما المستقبل ديال البلاد. كان معكم اخوكم من قناة مجرة ودمتم سالمين.